ايه ما تقوليش حاجه بجد مش عارفه اقول لك ايه. هو في كده يا زوزو؟ في كده. ايوه ازيك يا عموري، عامل ايه يا حبيبي؟ تعالى خش. بصي ماما بتقولك اطبعي لي دول على البرينتر عشان مستعجل عندي درس تحت. انا مش طابعه لك المذكره دي امبارح يا عم، مش طابعه لك دوت امبارح. مش دي واحده تانية. حاضر يا عمرو هطبعه لك، هخش اطبعه لك، اقعد استناني. ده ايه ده يا ربي؟ طنط غدا بتقولك ماما اطبعيها بالالوان. كمان بالالوان يا عمرو؟ بسرعه طنط غدا عندي درس. اتفضل الموبايل اهو والمذكره اهي. حول ولا قوه الا بالله. هو انا ايه هفضل ولا كاني مطبعه من يوم ما عرفت ان انا عندي البرينتر ده، وهي كل شويه طبعت ورق طبعت ورق طبعت ورق. هو الحبر والورق ده مش بفلوس؟ ايوه طنط غدا تعالي يا فاطمه. النبي بتقولك ماما اطبعي لي دول بسرعه لان انا عندي درس خلاص. طباعه تاني يا فاطمه وانا لسه طابعه لاخوكي من ساعتين. طب معلش اطبعهم لي والله العظيم الدرس قرب خلاص. طب انت درسك هنا ولا بره؟ لا درسي بره. طب ما هي فاطمه اطبعيهم وانت ماشيه. انا الورق عندي خلص، وبعدين بعد كده قولي لماما لما تحب تطبع ورق قولي لها الورقه بتقولك تنتخدها بجنيه وربع. ده ايه ده؟ هو في ايه؟ وانا بشتري الورق ده بيجيلي لله. مش عارفه بطه ما جاتش ليه، اتاخرنا على الدرس. هي كل ده بتطبع لها الورق؟ نكلمها. ايه يا ماما؟ بطوطه انت جيتي؟ معلش تاني. في ايه بطه؟ فين الورق اصلا؟ الورق طلعت لطنط غاده. قلت لها انا عايزه اطبع الورق اللي انت قلت لي عليه واديتها التليفون تشوفه. راحت قالت لي لا قولي لمامتك ان الورقه بجنيه وربع. ورقه بجنيه وربع؟ جنيه وربع ايه؟ اتجنت دي ولا ايه؟ ما طبعتلكيش؟ لا الورقه بجنيه وربع. ليه هي مطبعه؟ انا خالك قايل لي اي وقت احتاج اطبع فيه اطلع. هي هتسوقها غدا ولا ايه؟ اما اطلع لها. يا ربي مش هنخلص النهارده. ايه يا زوزو؟ ايه يا ست غاده؟ ايه هو ايه اللي الورقه بجنيه وربع؟ ايه اللي هو ايه الورقه بجنيه وربع؟ هو انت ايه فتحتيها مطبعه؟ ما انتوا اللي عاملينها ولا كانها مطبعه. الله، في برينتر في البيت ونروح نطبع بره؟ هو البرينتر ده لله وللوطن كده، مش بيتجاب له ورق، مش بيتجاب له حبر، مش بيسحب كهرباء. وانت بتجيبيه من بيتكم؟ هو ايه اللي بتجيبيه من بيتكم يا زوزو؟ وانا جايباه عشان انا اطبع للناس؟ ايوه بتجيبي سؤال، بتجيبي الورق ده من بيتكم؟ يعني ايه بتجيبي الورق ده من بيتكم يعني؟ مين اللي بيجيب الورق ده؟ هو ايه مين اللي بيجيب الورق ده؟ هو الورق ده مش في بيتي وحاجتي؟ انا بسألك مين اللي بيجيب الورق؟ ايه مين اللي بيجيب الورق؟ خليل. يا سلام، نعم يعني عايزه ايه؟ هو اللي قايل لي انا جبت برينتر فوق اي ورقه العيال يعوزوها اطلعي اطبعي. هو اللي قايل لك كده؟ اتصلي بيه وساليه. لا يا حبيبتي ما عنديش بقى منه الكلام ده، الورق خلص. ورق ايه اللي خلص؟ الورق خلص. اخويا لسه شاري رزمه ورق قد كده امبارح وهو طالع ومعدي عليا. ماليش فيه، انا بقى مش هطبع ورق لحد تاني وانا مش شغاله لكم في مطبعه. هو في ايه يا زوزو؟ يعني هو طباعه الورق اللي تعبكي؟ ده كل يوم يا زوزو، الصبح وبالليل مرتين ثلاثه في اليوم بتطبعوا ورق. ما هنطبع ورق الدروس يا غدا، هنعمل ايه يعني؟ معلش ما تطبعوه في المكتبه، وانا قبل ما اجيب البرينتر كنتوا بتطبعوه فين؟ ايوه بس اخويا قال لي انا جبت برينتر في البيت يا زوزو، اوعي تروحي تطبعي بره. يعني هو اللي قال لي. طب ما انا مش ذنبي بقى يا زوزو، لو انا مش الحته دي هي حد. اللي تعباكي انك تقفي تطبعي، انا داخله اطبع الورق تعالي هنا يا زوزو، رايحه فين؟ هو ايه ده؟ ايه اللي انت هتعمليه ده؟ ايه اللي جه هنا؟ انا هكلم اخوكي بقى يوضع لك حل. كلميه براحتك بقى. ايه يا خليل؟ الو شبكه قطعت. شكرا يا غاده، بيكلمي اخويا على مهلك بقى. انا والله ما عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه بجد مش عارفه اقول لك ايه. هو في كده يا زوزو؟ في كده. هو ده اللي انا اخش بيتك كده واستخدم؟ هو ده اللي انا اخش بيتك كده واستخدم حاجتك كده؟ ما تستخدمي، لو حاجتي بتفيد الناس كلها اللي في البيت هنستخدمها كلنا. مش انا البرينتر ده بقى مش هخليه في البيت بعد كده، وانا ليه اتصرف بقى مع اخوكي. اعملي اللي انت عايزاه يا غاده. ده ايه البرود ده؟ انا ما شفتش برود كده. ايه يا خليل؟ بكلمك مش بترد ليه؟ ايه يا خليل موضوع البرينتر ده انا مش عايزاه، تمشيهولي من البيت. لا ده انا كنت بطبع بره ارحم بقى.
اختك تالت مره النهارده في اليوم تبعت لي عيالها عايزين يطبعوا ورق يا خليل. هو انا ايه شغاله في مطبعه؟ وبعدين هو الورق ده بيتجاب ببلاش وحبر وكهرباء؟ لا ما في ايه، هو ايه اللي فيها ايه يا خليل؟ لا تعالى اطبع لها انت. انا جايباها عشان ارتاح من نزول ومن طلوع وعشان البيت، حاجه شخصيه مش برينتر مطبعه هو. لا ما تقوليش هو في ايه يا خليل. لا تمام يعني انت موافق؟ طب خلاص يا خليل انا مش عايزه مطبعه في البيت. مش كل شويه حد يخبط انا عايزه اطبع انا عايزه اطبع. لما انت تبقى قاعد في البيت وانت تطبع لهم يبقى اقعد بقى انت تطبع لهم. صح، يبقى هي زي ما هي قالت لي اخويا قال لي. ماشي يا خليل مع السلامه. انا مش مخليها في البيت المطبعه دي.